السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع من وجهة نظري يعتبر أخطر موضوع إحنا ممكن نتكلم عنه كمسلمين أو كعرب في الوقت الحالي بالتحديد. يمكن كمان الموضوع ده بالتحديد مفيش مجتمع في المجتمعات العربية بالتحديد مش بيعاني منه. موضوعنا النهاردة باختصار يا جماعة علشان ما اطولش عليكم هو إزاي تدمر المجتمع. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، كلامي النهارده عن ازاي ندمر المجتمع ونخلي المجتمع ملوش قيمه. بعض الناس ممكن تسال يا عم هو انت بتصدق الكلام ده؟ هو انت مفكر ان في حد مركز معانا؟ لا، خليك معايا للاخر وحاول تفهم فعلا ازاي تدمر المجتمع، وبص حواليك وشوف الكلام اللي بيتقال هل فعلا بيتطبق بالحرف الواحد ولا لا، وفي النهايه الحكم لسيادتك. في البدايه علشان تدمر المجتمع لازم تعمل له حاجه اسمها تفكك اخلاقي. وكلمة تفكك أخلاقي على ما أعتقد إنها كلمة مش محتاجة شرح، لأن هي شرحة نفسها شوية، بس إحنا هنوضحها أكتر. كل الدراسات بتقول إن أي تفكك للمجتمع علشان خاطر يتم بيستغرق الفترة من 15 ل 20 سنة. طبعا أنت هتسأل إشمعنى فترة من 15 ل 20 سنة بالتحديد؟ لأن دي الفترة اللي إحنا في خلالها بنقدر نعلم جيل معين من الطلاب وبينهوا مراحلهم التعليمية من 15 ل 20 سنة. ولأن دي الفترة بالتحديد اللي نظرة الإنسان فيها للحياة بتتشكل، وايديولوجيته او بمعنى اصح طريقه تفكيره وثقافته كمان بتتحدد في الفتره دي. نيجي لنقطه الدين. الدين مهمه جدا في حياه الناس، خليك معايا ومتفق في النقطه دي ان انا لما باجي اعمل حاجات معينه دايما بيكون رقيبي عليها الضمير، والضمير هنا بيكون نابع من الدين. يعني لو الشيء اللي انا هعمله ده في حد ذاته حرام قدام ربنا فطبيعي على الاقل هتلاقيني مش هعمله، ولو عملته هتوب عنه وهفكر اني ما اعملوش تاني علشان خاطر ان الموضوع ده حرام. عايزك بقى من ناحيه الدين لما تيجي تفكك المجتمع دمر الدين واسخر منه باستمرار، واسخر من اي حد بيتبع التعاليم الدينيه، وركز لي على لفظ كلمه ان لما حد يجي يكلمك في الجانب الدين تقول له يا عم انت هتعمل لي فيها شيخ، وحاول مع الوقت تشيل كلمه دين وتحط لي مكانها كلمه قوميه، والكلمه دي جميله قوي وبتعجب الناس. يعني بمعنى اصح بدل ما انت كانسان تفخر بدينك لا تفخر بانت ابن مين، او تفخر بان انت من انهي بلد او من انهي دوله. وما تقلقش الفكره دي بتجيب نتيجه سريعه، لان مع الوقت العقيده الدينيه عند الناس هتتاكل ببطء لحد ما تنتهي. نخش بقى على النقطه الثالثه وهي النقطه الكارثيه وهي حته التعليم. احنا اتفقنا ان شخصيه وثقافه الناس بتتشكل من 15 ل 20 سنه، ودي الفتره اللي بيقضوها في التعليم. ركز لي انت بقى على الفتره دي في التعليم وحاول دايما تبعدهم عن تعليم اي شيء مفيد وعملي. يعني ابعدهم عن تعليم الرياضه، تعليم الفيزياء، تعليم الكيمياء، ابعدهم كمان عن تعليم اللغات المختلفه. طب امال ندرس لهم ايه مثلا؟ ندرس لهم مثلا تاريخ الحروب الحديثه اللي ما فيهاش اي جانب من جوانب النفع، درس لهم مواد زي الاقتصاد المنزلي اللي برضه ما فيش اي جوانب من جوانب النفع، دخلهم في قلب الدراسات بتاعتهم حاجه تخص الميول الجنسيه. طبعا ما تنساش لانك بعدتهم بعد تام عن الدين فبالنسبه لهم الكلام ده هيكون شيء عادي ومباح وفي نفس الوقت اوبن مايند. وفي نفس الوقت ما تنساش ان انت تجيب لهم منظمات مزيفه تحاول تحسن لهم الصوره اللي انت بتعملها باستمرار. والمنظمات المزيفه دي اللي هي بمعنى اصح وسائل الاعلام، هات لهم ناس يكون كل شغلهم الشاغل يكلموهم باستمرار عن اللي بيحصل ويزينوا لهم اللي موجود. خد بالك الدوله اللي بتعمل كده بتبقى عارفه كويس قوي ان كل الناس اللي في وسائل الاعلام ناس مكروهه ومش محبوبه، بس مجبر عليك انك هتسمعهم. افتح قنوات الرياضه هتلاقي ناس انت ما بتحبهمش، افتح قنوات الطبخ هتلاقي ناس دمهم تقيل، افتح قنوات السياسه هتلاقي ناس ركيكه في كلامها وكلامهم دايما ثابت ما بيتغيرش. وخد بالك الناس دي بالتحديد احنا بنجبرك على ان انت تتفرج عليهم. يعني سؤال بسيط جدا، هل الناس دي انت بتحبهم؟ لا. طب هل انت انتخبتهم؟ برضه لا. طب امال مين اللي جابهم؟ دول اصبحوا حكر عليك ومجبر ان انت تسمعهم غصب عنك، وكل معلوماتك اليوميه حتى اخبار الطقس هتسمعها منهم غصب عنك. اذا الناس دي مع الوقت هيبقوا شبه عايشين في بيتك وشبه عايشين في دماغك، فالثقافه اللي هم بيتعاملوا بيها غصب عنك هتخش جوه دماغك وهتقتنع بيها. تعال لي بقى في النهايه للاسره. بالنسبه للاب اطحنه، خليه مطحون باستمرار، خليه ما عندوش اي وقت لاي دقيقه انه يسمع حتى طفل من اطفاله بيشتكي من ايه، لان اصبح كل همه في الحياه انه يجيب فلوس ويودي فلوس، غير كده ما حدش يساله عن حاجه. وبعد ما دور الاب ينتهي خش لي على الدور المثالي وهو دور الام. دايما نلعب في المنطقه بتاعت ان انا كست وليا حقوق وليا حريات وليا الكلام ده كله، واصرفها عن اهم حاجه هي ممكن تعملها في حياتها، وهي ان تربي جيل من النشء اللي هم الاطفال اللي احنا اصلا مش عارفين نتعامل معاهم وسايبينهم لقنوات الاطفال هي اللي تربيهم لنا، اذا ما كانش الشارع كمان شريك اساسي في التربيه دي معانا. في الحالة دي أنا أضمن لك وبكل كفاءة إن المجتمع عندك اتفكك وانتهى للنهاية وبلا رجعة.